السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الملوخية الناشفة بطريقة بسيطة جدا وسهلة بمكونات موجودة في كل بيت. والملوخية الناشفة اسهل بكتير من طريقة الملوخية الخضراء، والملوخية الناشفة برضو عشاقها كتير. بس قبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة، ولايك وشير كتير للفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة. معايا كوبايتين من الملوخية الناشفة و3 قرون فلفل اخضر وطماطمايه و6 فصوص توم وقالب ماجي. الطماطمايه دي هبشرها، والفص توم ده هضربه في الكبة او في الهون مع الفلفل. دلوقتي حلة على نار عالية حطيت فيها نص معلقة صغيرة سمنة. لو عندك الشوربة بتاعتك دسمة استغني عن نص معلقة السمنة، وبتستخدمي اي نوع من انواع السمنة، مش شرط سمنة بلدي، ممكن سمنة صفرة، وبتستخدمي سمنة مش زبدة، وما ينفعش زيت. انا بقولك يعني على التكات اللي تخليها طعمها حلو. وزي ما قلتلك لو الشوربة عندك دسمة استغني عن نص معلقة السمنة اللي انا ضفتها. وبعدين ضفت 4 كوبايات من الشوربة، وبعدين هضيف عليها الثوم المدقوق والفص الثوم وقالب الماجي، وهسيب الخليط ده يغلي على النار لمدة 10 دقايق. وبرضو هضيف معاهم الطماطمية المبشورة، وهسيب الخليط يغلي على النار لمدة 10 دقايق على نار عالية. وطبعا الوصفة دي بتتحضر قبل تقديم الاكل بنص ساعة. ده شكلها خلاص بعد ما عدى عليها 10 دقايق. والملوخية يا جماعة ما بيضغطاش عليها، حتى وانا سايباها الشوربة تغلي مع المكونات لمدة 10 دقايق ما بغطيش عليها الغطا. دلوقتي هضيف كوبايتين من الملوخية الناشفة او الجافة، وفي بعض الاماكن بيقولوا عليها ملوخية براني. بضيفها واحدة واحدة بالتدريج، ايد تضيف الملوخية وايد تقلب باستمرار علشان ما تكلكعش معاكي. وطبعا السمك ده انت اللي بتحدديه، يعني مثلا عايزاها خفيفة شوية بتقللي الملوخية، عايزاها تقيلة شوية بتزودي الملوخية. بس هي كده سمكها متوسط كويسة جدا. ممكن تاكلي جنبها رز او عيش ومخلل. طبعا بفضل اضيف الملوخية لحد ما قوامها يظبط. قوامها ده انت اللي بتتحكمي فيه. وزي ما قلتلكوا ايد بتضيف الملوخية وايد بتقلب. وبعدين بقى هفضل اضيف لحد ما القوام يظبط. خلاص كده انا ضفت الكوبايتين كلهم. زي ما قلتلك ممكن تزودي او تقللي على حسب ما تحبي. بتفضلي بقى تقلبي فيها لمدة 5 دقايق على نار عالية. بتاخد على النار 5 دقايق بعد ما تضيفي الملوخية كلها. بوريكي قوامها، ده قوامها مظبوط جدا ومناسب جدا. وبتقدميها بقى مع عيش فلاحي او عيش من اي فرن ومخلل، او ممكن تقدميها مع رز جنب الاكل. والملوخية الناشفة هتلاقيها عند العطار، بس انا كنت عاملاها في البيت. ان شاء الله السنة دي هعرفكم ازاي بنشفها. في ناس بيحطوا على الملوخية بيكربونات الصوديوم. لو انت حابة تحطي ممكن تحطي ربع معلقة، بس انا ما بحبش احط على اي اضافة تانية. هي كده طعمها حلو. وبعملها قبل الاكل بنص ساعة بالظبط بتكون جاهزة معايا. ودي شكلها، شايفين القوام مظبوط ازاي.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.